عليكم اصدقائي وصديقاتي، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم في التسعين. حلقه النهارده هتكون مختلفه باذن الله، وهنتكلم فيها عن صفقات النادي الاهلي واللعيبه اللي هتخرج من النادي الاهلي سواء بالاعاره او بالبيع النهائي، وهنتكلم عن كل التفاصيل باذن الله في حلقه النهارده. قبل ما نبدا حلقتنا اتمنى ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت على الفيديو ده عشان يوصل لاكتر عدد ممكن من المشاهدين، وما تنسوش برضو قناتي على اليوتيوب ان انتوا تتابعوها وتعملوا لها لايك وتفعلوا زر الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنتكلم النهاردة وهنبدأ حلقة اليوم بالصلاة على سيدنا محمد قبل ما نبدأ الحلقة، وهنقول عن اللعيبة اللي هتخرج من النادي الأهلي وهتطلع كإعارة وكبيع نهائي. أول حاجة هنتكلم عن الناس اللي هتخرج من النادي الأهلي، وهنتكلم في الأول عن علي لطفي. علي لطفي هو يبلغ من العمر 33 سنة، طبعا السن كبر خلاص من علي لطفي، وما ينفعش ان هو عاد يقعد دكة لمحمد الشناوي. ومحمد الشناوي بالشكل ده خلاص هو هيثبت في النادي الاهلي وهيقعد مع النادي الاهلي، ما عادش فيه عروض سواء من السعوديه او من نادي النصر زي ما احنا كنا سامعين، وخلاص اداره النادي الاهلي هتقعد محمد الشناوي لان علي لطفي هيخرج، وهيبقى وراه على طول مصطفى شوبير وحمزه علاء ومصطفى مخلوف. طبعا انت شيء طبيعي في حراسه المرمى ان انت لازم تطلع شباب مش ناشئين، لان الناشئين هم اصغر من ال 20 سنه. دلوقتي مصطفى شوبير عنده 24 سنه، وطبعا هو دلوقتي المفروض ان هو يحرس مرمى الاهلي لمده 10 سنين قدام او اكتر من كده. تاني لاعب هيخرج معانا من النادي الاهلي وهو طاهر محمد طاهر، هيطلع كبيع نهائي او كاعاره، وانا اتوقع ان هو كبيع نهائي خلاص. والانديه اللي كانت عايزه طاهر محمد طاهر هي سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري وسموحه وزد، بس انا اتوقع ان طاهر محمد طاهر هو اقرب لزد وهيكون بيع نهائي. ثالث لعيب هتكلم عليه وهو الباك اليسار بتاع النادي الاهلي وهو محمد اشرف، وهيطلع اعاره لنادي زد عشان يكتسب الخبرات. وشفنا احنا محمد اشرف ان هو ناقصه كتير في النادي الاهلي عشان يطور من نفسه، سواء في اللياقه البدنيه او في الخطه الدفاعيه او في حاجات كتير. هو ناقصه حاجات كتير لازم يطور منها، ففرصه ان هو يطلع لمده سنه، وفعلا وافق النادي الاهلي ان هو يطلعه لمده سنه يروح نادي زد عشان يطور من نفسه ويقدر ان هو يثبت نفسه ويرجع للاهلي تاني باذن الله. رابع لاعب انا هتكلم عليه وهو احمد كندوسي، وهو عنده عروض سواء من الدوري الجزائري او من الدوري المصري. يعني في الدوري الجزائري عنده شباب بوليزداد كان هو اتكلم عليه، وعنده مولودية الجزائر هو اتكلم عليه ان هو عايزه كنظام اعارة او بيع نهائي. وعندك في الدوري المصري اللي بيتكلم عليه بقوه دلوقتي واللي داخل في الصفقه كويس جدا هو نادي زد وعايزه بيع نهائي. واقدر اقول ان الصفقات اللي راحت زد دلوقتي من النادي الاهلي هم علي لطفي ومصطفى ميسي وشادي حسين وحمدي موسى مدافع فريق الشباب للنادي الاهلي، هو بيع نهائي لمده 4 مواسم. وفي الطريق كمان طاهر ومحمد اشرف والكندوسي، وممكن عمار حمدي كمان هيروح نادي زد. ده كده نادي زد هو يعتبر خد اللعيبه كلها. بس انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، لان الناس ممكن مفكره حاجه ان نظام الاعاره اتغير. انا عايز اوضحه بس لحضراتكم. كل نادي دلوقتي هيقدر ياخد 3 لعيبه بس اعاره، وعندك كل نادي هيقدر يطلع من عنده 7 لعيبه. يعني بمعنى اصح فيوتشر كان واخد من الاهلي 6 لعيبه، وبمعنى اصح انت دلوقتي لو بنتكلم ان كل نادي هياخد 7 لعيبه فما عادش ينفع، هياخدوا بس 3 لعيبه. وبمعنى صح السبعه اللي هم سمحوا للنادي ان هم يطلعوا اعاره هيتوزعوا على الانديه الثانيه، يعني 3 او 2 او 2. المهم ان انت توصل لكل نادي تعمل اعاره لمده 7 لعيبه او لحد 7 لعيبه. فكده كده انت النادي الاهلي مطالب ان هو هيبيع لعيبه كتير عنده هو مش محتاجها، وده احنا هنشوفه في الايام الجايه. واللعيبه اللي هم الشباب هيبتدي ان هو يطلعهم اعاره، او اللي هو محتاجهم هيبتدي يطلعهم اعاره عشان يشوفهم مع الانديه الثانيه. نيجي نتكلم بقى عن صفقات الاهلي، واحنا عرفنا كلنا ان صفقات الاهلي اول واحد كان امام عاشور، وتاني واحد هو رضا سليم اللي عنده تذكره باذن الله وطيران بكره هيكون موجود في مصر باذن الله رضا سليم عشان يكشف الكشف الطبي، ويبتدي الاهلي ان هو يعلن عن الصفقه المنتظره بتاعه رضا سليم للنادي الاهلي. احنا عرفنا ان احمد حسام ميدو دخل في الصفقه وكان عشان هو ياخدها او يبوظها ايا كان، بس كل واحد بيلعب او بيعمل لصالح ناديه. وكان احمد حسام ميدو تفكيره ان هو يعمل لصالح ناديه سواء بالمكالمه المسربه او باي حاجه تانية، بس هو تفكيره ان هو عايز ناديه. بس الزعل كله من جمهور نادي الزمالك ان احمد حسام ميدو ما قدرش يضم صفقه رضا سليم، او اي صفقه انت المفروض بتدخلها بتكون ان انت كجمهور عايز الصفقه دي تنضم لناديه. فزعل كل الجمهور الزمالك ان هو ما قدرش يضم رضا سليم، واتكلم عليه ان هو اشرف بن شرقي. وبمعنى صح لو اشرف بن شرقي سمع الكلام او المكالمه اللي حصلت، ممكن اشرف بن شرقي تفكيره دلوقتي ان هو ما ينضمش لنادي الزمالك حتى لو كان هو عايز يجي نادي الزمالك.
تالت حاجة، احنا عارفين ان صفقة سوزا اللي هو المهاجم بتاع النادي الاهلي الجديد هي قريبة جدا من النادي الاهلي، بس التفاوض مع النادي بتاع سوزا ده صعب جدا جدا جدا. كل اللي فيها ان النادي الاهلي خلص مع سوزا خلاص كل حاجة، بس هي المشكلة هي التفاوض مع نادي بتاع سوزا، وهو نادي صعب جدا في التفاوض. نيجي بقى لاخر حاجة، وهو ان في مهاجم ظهر دلوقتي قدام كولر، هو بيلعب في الدوري التركي وهو مستنسخ بالظبط، لو الناس عارفه كويس جدا، فينيست ابو بكر اللي هو مهاجم الكاميرون. هو نفس الشكل ونفس الستايل بتاعه. المهاجم ده لعب في الدوري التركي 14 ماتش، احرز 6 اهداف وصنع واحد بس، فهو ارقامه كويسه. هو اتفرجت انا عليه وعرفت ان هو مهاجم قوي جدا، وهو بمعنى صح ممكن يفيد النادي الاهلي في الايام الجايه لو قدروا يتعاقدوا معاه او في السنوات اللي جايه. بس هو مشكلته حاجه واحده بس، ان هو سنه 30 سنه وطوله 183. بس هي المشكله في السن ان هو كبير شويه، اللي هو 30 سنه. بس ده ظهر قدام النادي الاهلي وظهر قدام كولر، فهو بيتفاوض معاه دلوقتي النادي الاهلي، واحتمال كبير ان النادي الاهلي يفكر فيه عن سوزا، اللي انا اتوقع ان الصفقه بتبتدي ان هي تبعد شويه عن النادي الاهلي في الايام اللي جايه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. انا حاولت ان انا ما اطولش على حضراتكم. باذن الله هعمل حلقه بكره عن صفقات الزمالك، سواء بالراحلين او الصفقات اللي الزمالك هيجيبها باذن الله وهيتعاقد معاها في الايام اللي جايه. اتمنى ان حضراتكم تتابعوني في صفحتي على الفيسبوك باسم في التسعين مع محمود الجندي، وما تنساش اللايك والشير والكومنت، وتتابعني في قناتي على اليوتيوب باسم برضه في التسعين مع محمود الجندي، وما تنساش اللايك وتفعل زر الجرس. بشكر حضراتكم واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. مع السلامه في برنامجكم في التسعين.